يا عيني عليا، شوف المطبخ بتاعها بيلمع ازاي، والعيال لابسين ابيض كمان وبياكلوا بالشوكة وسكينة. وانا هنا شعري منكوش وبجري ورا العيال بسندوتش الجبنة. يا لهوي، ده انا كده فاشلة قوي، ده انا شكلي انا وبيتي وعيالي يكسفوا قوي قدام الناس دي. ثانية واحدة، فوقي بس كده معايا وركزي. هل انت ينفع تقارني نفسك باللي انت بتشوفيه على الموبايل وانت بتسكرولي على السوشيال ميديا؟ لا. ليه؟ ده ظلم لنفسك ولبيتك ولولادك كمان. ما ينفعش أقارن نفسي وحياتي بإعلانات هي متصورة بلوكيشن وبتتظبط في 24 ساعة ويمكن أكتر، وإضاءات وحاجات الحلو بس اللي ظاهر لي. فدي مقارنة ظالمة جدا لنفسك. خليني أقولك، البيت اللي فيه كركبة يعني بيت فيه حياة وجميل، والولاد اللي موسخين هدومهم يعني أطفال بتلعب وبتكبر صح. المثالية دي كدبة بتدمر بيوتنا. ركزي في بيتك وسيبي البرواز الحلو اللي انت شايفاه ظاهرلك على النت ده لغيرك، هو مش بتاعك. ربنا هيحاسبك على حبك لولادك، مش هيحاسبك على ان بيت مكركب شوية، ولا على السجادة اللي مش نظيفة، ولا على هدومهم اللي مش نظيفة اتبهدلت ليه؟ من اللعب بحب. ارمي الموبايل ده من ايدك خالص، وقومي حضني ولادك بكركبتهم، واكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة واقعية ومنكوشة في بيتك وانت عادي ولا فارقلك. لا بالعكس، انت مبسوطة عادي مع ولادك. وافتكري دايما، الطفل مش عايز ام مثالية، هو عايز ام واعية. وقبل ما انهي الكلام، عملتي تمرين النفس النهاردة؟